بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. يوم جديد اهوت بقى من عند الفراخ البيضة عندنا. ان شاء الله حلقة النهاردة هتبقى حلقة مهمة. حباكي تسمعيها للنهاية. ولو انت اول مرة بتشوفي القناة عندي، ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك، وما تنسوش تحطوا لنا اللايك على الفيديو عشان ان شاء الله الكل يستفيد. بصوا بقى، مبدئيا انا لسه طالعه دلوقتي، لاحظت ايه؟ لاحظت ان في فرخه فيهم شكلها مش عجباني، فبدات اعمل ايه؟ بدات كده اعزلها لوحدها. انتي كمان ما تطلعي كده وتبصي عندك عند الفراخ لقيتي حاجه مش عاجباكي، ابدأي اعزلي. انتي طبعا بتبدأي تحركي كده، بتبدأي تشوفي الارض، بتبدأي تشوفي الدنيا عندهم ايه، الوضع عندهم تمام تمام. في حاجه مش عاجباكي، ابدأي على طول اعزلي التعبان معاكي علشان خاطر ما يعديش الباقي. دايما بقول لكم ان الفراخ البيضة بتبقى حساسة، بتبقى مش مستحملة اي حاجة خالص، فانتي كمان لازم تتابعي وتشوفي الدنيا ايه ان شاء الله باذن الله. يعني بصوا، انا النهارده كده بدات ارش الجير وبدات ارش التبن، بس حاسه ان في ريحه بدات تطلع من المكان، فهعمل ايه بقى؟ فان شاء الله بكره هعمل معاكم فيديو التنظيف علشان برضو اللي حابب ايه يشوفني واحنا بننظف مع بعض باذن الله. تمام. بصوا اهوت يا حبايبي، مبدئيا انا بدات احط الاكل انا حطيت عليه ايه؟ حطيت معاه شويه فول كده زي ما عملنا امبارح. وبدات كده ايه احط شويه كركم وشويه حبه البركه في الاكل. تمام. فبس عشان ايه، انا كنت مجوعاهم، فقلت برضو هوريكم. بصوا اللي هي شكلها مش عاجبني اهيت، انا مقعداها في البطاريه. شايفين شكل البطاريه عامل ازاي؟ انا ان شاء الله هبدا بقى هعقمها وهنضفها علشان الناس اللي بتسأل انا هجيب كتاكيت امتى. ان شاء الله باذن الله على الاسبوع الجاي، يعني ممكن في نص الاسبوع الجاي. ليه بقى بقول لكم الكلام ده؟ حتى لو انت عندك اي مكان لازم تعقمي المكان كويس جدا. لازم الحاجه تتغسل معاكي حلو جدا قبل ما تدخلي اي دوره كتاكيت تانية. حاجه كمان الصراحه، انا مقلقه ان انا ابدا اجيب كتاكيت وادخلها في الاوضه مع الفراخ دي، لان زي ما بقول لكم الفراخ دي يعني عندي تعبانه شويه، فمش عايزه احط ده مع ده. تمام. فبرضه هشوف كده، هحاول اظبط مكان تاني للفراخ البيضه، وان شاء الله وننقلهم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، النهارده كده هم خلاص قفلوا ال 30 يوم. بصوا بقى يا حبايبي، ان شاء الله ان احنا النهارده هنوزن، يبقوا هم كده قفلوا خلاص معايا الشهر. فهبدأ هوزن وهنشوف الأوزان ايه، وهنشوف الوزن معاكي ايه. معاكي الوزن من كيلو 600. لو انت بقى طالعة، يعني في ناس بتوصل لل2 كيلو، في ناس كيلو 700، كيلو 800، والله على حسب وضع الايه الفراخ معايا. الفراخ معايا ما شاء الله حلوة، بس زي ما برجع اقول لكم، هما واخدين مني شوية برد، يعني هما واخدين مني برضو شوية برد. اهوت يا حبايبي ما شاء الله، انا جوعتهم شوية بس بسيطة كده. بدأوا ياكلوا معاكي، عشان برضو الناس اللي بتسأل الفراخ مش راضية تاكل حيليها كده. يعني انا شلت الاكل من قدامهم حوالي ربع ساعة، عبال بس ما ظبطت المكان وظبطت خلطة النهاردة. بدأت كده ايه جوعتهم شوية. طيب الفرخة بقى التعبانة دي انا هعمل فيها ايه؟ بدأت كده زي ما انتوا شايفين، جبت حتة جبت تومة يعني، وقصيت من فص التوم حتة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ هعمل ايه؟ بصوا بقى، ببدأ امسك الفرخة اللي هي تعبانة، اللي هي شكلها مش عاجبني، وهبدأ هعمل ايه؟ هبدأ هعالجها بالتوم يا حبايبي. يعني انا والله لو اطول الفراخ دي كلها هعمل لها كده هعمل لها، بس انا كده كده مفيش مشكلة. برضو لما اطلع لهم العصر ايه، هحط لهم توم في الاكل. بصوا ببدأ افتح بقها كده زي ما انتوا شايفين، وبدخل حتة تومة صغيرة جدا مش كبيرة، تقسمي كده من الفص حتة صغيرة زي ما انا وريتكم كده. ببدأ اتعامل معاها ان هي حباية. هبدأ اديلها مرة في اليوم حتة قطعة التومة دي. التوم ده طبعا لو في اسهال، لو في ديدان، لو في مشكلة، وبدأت كده احطها مع مع اخواتها تاكل. بس برضو هتابعها، لو الوضع مش عاجبني هعزل. تعالوا كده بقى نخش على خلطة النهاردة، حلوة جدا جدا جدا. بصوا للناس اللي بتشتكي من الاسهالات الشديدة، اول حاجه عايزاكي تظبطي بس درجه الحراره وتعملي لنا الخلطه دي. الخلطه دي عباره عن ايه؟ عن معلقه كزبره حصى زي ما انتوا شايفين كده اهوت، معلقه صغيره كزبره حصى، وهبدا اخد معلقه صغيره كمون اهوت. كم... كمون حصى يا حبايبي. تمام، يبقى خدنا كزبره حصى وكمون حصى، معلقه صغيره ومعلقه صغيره. طيب الناس بقى اللي بتشتكي ان في لون اسهالات حمراء، ابداي تضيفي الشيح. هحط برضو نص معلقه صغيره من الشيح كده، انا ما عنديش اسهالات حمراء ولا حاجه،
بس برضو الشيح حلو جدا، بينظف امعائهم، لو في ديدان، لو في مشكله، لو في اي حاجه بيبدا يظبط معاكي الدنيا بحالها. لو عندك بقى اسهالات شديده ممكن تعملي الشيح مع الايه، مع قشر الرمان اللي انا هوريهولكوا ده. يعني يا تعملي الخلطه اللي انا بعملها دي، يا تاخدي شويه شيح مع قشر رمان وتبداي تعملي برضو نفس الخلطه اللي انا بعملها دي. فوائد بقى الخلطه دي معاكي ايه؟ ان هي حاجات طبيعيه، يعني حاجات متوفره في بيتك وحاجات طبيعيه معاكي. بتساعد على الايه، لو في اسهال، لو في برد، لو في اي مشكله، بتنظف معاكي الدنيا بحالها. قاتله برضو للديدان. هبدا كده معايا بقى ميه مغليه، هبدا هنزل عليه كده ايه بالخليط اللي انا عملته دوت كده اهوت، زي ما انتوا شايفين كده بشويه ميه كده حلوين. وهبدا بقى اغطي على الكلام ده كله، لازم تغطي على الايه، على الكلام ده كله يبرد خالص. وغطيت كده عليه، سبته بقى لما يبرد خالص، وان شاء الله ايه هنبدا هنقدمه للطيور، هقول لكم هقدمه ازاي. بصوا بقى فوائد الخلطه اللي معانا دي حلوه جدا جدا زي ما بقول لكم للاسهالات. بس تعالوا نوزن الاول ونشوف الاوزان ايه. بصوا حبايبي، انا مظبطه معاكم الميزان اهيت، عشان بقى ايه محدش يقول لي انت بتجري الفيديو ولا حاطه حاجه في الميزانه. والله انا ما انا حاطه حاجه في الميزانه. الفراخ معاكم اهيت بسم الله ما شاء الله. اول فرخه معايا اهيت داخله على 2 كيلو، والميزانه انا موقفاها اهوت، وبروح اجيب فراخ وباجي تاني عشان خاطر برضو ان انتوا تشوفوا الوزن ايه. الوزن والله انا ما كنت اعرف الوزن ده، بس الصراحه انا اتفاجئت من الوزن. يعني ما شاء الله، على الرغم ان هما تعبانين بس وزنهم حلو. شايفين دي برضو داخله على 2 كيلو اهي، ما شاء الله. عمر شهر داخله على 2 كيلو. طبعا الوزن حلو جدا معايا. وبرجع اقول لك لو حابه في الوقت ده ان انا اذبح هذبح، بس الفراخ لسه طريه معايا، انا ما بحبش اذبح الفراخ طريه كده. يعني عارفه لو 5 ايام هتفرق مع الفرخ، والفرخه هينشف معايا وهيبقى احلى بكتير. بصوا بدأت أجيب حاجة تانية خالص أهيت، بسم الله ما شاء الله. ده بقى عدى 2 كيلو، يعني ده كده اهوت كفرخة اهوت أو ديك، عدى 2 كيلو لسه طبعا ايه اهوت. بصوا شايفين بشيله وبحطه قدامكم علشان بس تعرفوا ان الميزانة مظبوطة اهيت ما شاء الله. اهوت وزن شهر ما شاء الله. طبعا الأوزان جميلة جدا، والله أنا استغربت من وزنه. يعني على الرغم ان دور التعب ده المفروض ان الفرخ يخس معايا، بس الحمد لله اهوت، الحمد لله. عارفين بقى انا ممكن اعمل ايه 5 ايام كمان ولا حاجه وابدا اذبح الفراخ دي، يبقى انا كده بوفر اكلها وبوفر شربها وبوفر كل حاجه. اهو بصوا، وديت بسم الله ما شاء الله برضو اهوت. شايفين الفرخ تقيل، الفرخ معايا تقيل جدا، يعني الفرخ برضو مش عارف يتحرك كتير. وزنه حلو جدا اهو. زي ما بقولك ممكن 5 ايام وابدا اذبح واخليهم للمشاوي، بحيث لما ادخل دوره جديده او هشوف احنا هنعمل ايه. بصوا بحاول بس اثبت واحد كمان اهوت على الميزانه اهوت. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، والله حاولت اشوف اصغر حاجه، يعني انا حاولت ان انا اشوف اصغر حاجه معايا اهوت. برضو ده برضو داخل على 2 كيلو، يعني ده برضو كده اهوت يعتبر كيلو 800 ولا حاجه اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، والله الوزن حلو جدا. اوزني انت كمان وقولي لي الوزن عندك ايه. الميزانه معاكم حبايبي مظبوطه اهيت. فزي ما بقول لك في الوقت ده بقى لو انا حابه اذبح هذبح، بس الفراخ لسه طريه معايا، هسيبها شويه كمان اسبوع او 5 ايام هيفرق مع الفرخ معاكي جدا. بصوا بقى هبدا اصفي الكلام ده كده. هبدا هصفي، هاخد 10 سنتي على رتل الميه، هاخد 10 سنتي بس على رتل الايه، على رتل الميه اهوت. زي ما انتوا شايفين كده بدات ايه اصفي شويه واخد شويه اهو على رتل ميه. بس انا هبدا بس احط لهم شويه كده يشربوا، وان شاء الله هلف بقى على الطيور كلها بالخلطه دي. اعمليها حتى كوقايه، يعني مش شرط ان يبقى فيه اسهال ولا حاجه. الخلطه دي حلوه جدا، فيها فيتامينات، فيها كالسيوم، فيها نحاس، فيها مغنيسيوم، فيها مضاد للاكسده، بتقضي على التهاب المفاصل للناس برضو اللي بتشتكي ان الفرخ مش قادر يقف. اعملي الخلطه دي بتقضي على الاسهال. وبرجع اقول لك لو في اسهال احمر حطي الشيح، مفيش مش مشكله ان انت تحطي عايزه تحطي كوقايه حطي برضو، تمام. فيها بقى بتقوي المناعه. كمان حاجه حلوه جدا في الخلطه دي للناس برضو اللي بتشتكي ان الفرخ مش بيهضم عندها، اعملي الخلطه دي. حاجه كمان بتنشط الكبد. بصوا بنستعملوها برضو مضاد حيوي معوي ضد السالمونيلا، حلوه جدا. بتنظف الكلى معاكي، بتنشط الدورة الدموية. بصوا فيها حاجات حلوة جدا جدا.
فانتي برضو استخدميها ان شاء الله، هتفرق معاكي في الوزن. في ايه بقى؟ ان الفرخ طبعا صحته هتبقى احسن، وهيبدأ ياكل معاكي إيه اكتر، وهيبقى ايه زي الفل. دي كانت حلقة النهارده حبايبي، ما تنسونيش في اللايك، واشوفكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.